الفتره الاخيره كان في ضجه كبيره جدا عن سر جاذبيتي، عشان كده انا قررت اجي لكم بنفسي واقول لكم السر. ابسط يا ابراهيم، خلاص هتبقى جذاب وهتعرف تظبط بنات. مالك يا ابني في ايه؟ مش عارف اظبط بنات. هو ليه يا واد يا جينو مفيش قاعده للجاذبيه؟ واللي يخلي شخص جذاب لدرجه العذاب واحد مش لاقي ياكل؟ انا واثق انك كمان في يوم سالت نفسك نفس السؤال ده. يعني ليه اعتماد بنت حسنات اعجبت باحمد العجلاتي ما اعجبتش بيا انا، مع اني كسيب واحسن منه؟ بالنسبه لك الاستاذه كيلر هارت اللي بتدرس علم نفس الجاذبيه في جامعه ساوثهامبتون بتفسر الموضوع ده وبتقول ان الجاذبيه بيأثر عليها 5 عوامل وما بيخلتش علينا وقالتهم لنا. العامل الاول العوامل الجسديه، العامل الثاني انت قريب من الشخص ده ولا بعيد عنه، العامل الثالث التشابه ما بينكم عامل ازاي، ورابعا المعامله بالمثل، وخامس حاجه هي الالفه. لو اتكلمنا عن العوامل الجسديه فكيلر قالت ان الشكل ده اول حاجه بتلفت النظر. طبيعي الناس بتلتفت للناس اللي جسمهم حلو واشكالهم متناسقه. يعني لو جه في يوم وقال لك اللي شدني ليك طموحك، اساليه واعرفي كويس هو قصده ايه بطموحك. وقبل ما تهاجمني وتقول ان انا شخص سطحي فانا ماليش دعوه يا عم، انا بنقل لك اللي كيلر هارت قالته، هي دكتوره وتفهم في الكلام ده اكتر مني ومنك. كيلر بتفسر كمان ان سبب انجذاب الناس للناس اللي اشكالهم حلوه هو سبب مناعي وسبب نفسي، فبتلاقيها بتقول لك سوري عندي فير اوف كوميتمنت، لانك لو لاحظت فالانسان منذ بدايه البشريه بيحاول يبعد عن اي حاجه شكلها غريب وغير متناسق، لان الحاجه ديت بتسبب له قلق وخوف. ممكن تلاقيها مخطوبه لحد تاني عادي جدا، بس الشخص ده ممكن يكون بالنسبه لها شكله مألوف اكتر ومريح. ولو عايز تفهم اكتر موضوع الملامح الغير متناسقه ازاي بيكون مرعب، بص على افلام الرعب وركز في تكوين شكل الوحوش، لانك هتلاقي دايما الوحوش اللي في افلام الرعب اشكالها غير متناسقه. هتلاقي عنده عين كبيره وعين صغيره، طالع له قرون، تشوهات في وشه، والشكل ده بيعملوه وبيصوروه لك لانهم بيلعبوا على نقطه ان انت كانسان منذ بدايه الخلق بتهرب من اي حاجه شكلها غريب وبتخاف منها وبتقلق. فصراحه احيانا ده بيكون احساس البنت تجاهك. والحقيقه كيلر هارت ما وقفتش هنا وكملت دغدغه في مشاعرنا، وقالت ان كمان الاشخاص اللي شكلهم حلو وملامحهم مريحه الناس بتشوفهم بشكل كويس قوي، وكمان بيخليهم يفترضوا مميزات تانية فيهم من غير ما يكلموه. زي على سبيل المثال فلان الفلاني شكله حلو، فده من غير ما اكلمه او اعرف عنه فاقول ان الواد ده جدع وطيب ورجوله وبيقف مع صاحبه وما بيطلبش شاي على القهوه. موضوع الشكل ده كمان بيأثر قوي في الجرايم، لان في المسلسل الوثائقي 100 هيومنز جابوا مجموعه من الناس وقسموهم 2 وعرضوا عليهم 2 مجرمين. الاثنين المجرمين عملوا نفس الفعل، الاثنين المجرمين كانوا سبب في موت ابنهم بسبب ان هم نسيوا ابنهم في العربيه وقفلوا عليهم. الاثنين المجرمين دول كان في واحده منهم شكلها حلو جدا والمجرمه الثانيه كان شكلها مش مقبول نسبيا. فتخيل الناس حكموا على البنت اللي شكلها حلو ب7 سنين سجن بس، وقالوا ان اكيد معذوره يمكن نسيت، لكن البنت اللي شكلها ما كانش حلو نسبيا قالوا تستاهل الاعدام وتتسجن 16 سنه، ضعف الرقم تقريبا، لان شكلها ما كانش مقبول بالنسبه لهم. انت متخيل؟ انا عارف ان انت غالبا اتضايقت قوي وفقدت الامل في الحياه، بس ما تقلقش لسه عندك فرصه، لان كيلر ما سابتكش كده كتير. جت وقالت ان الشكل والجمال دي حاجه نسبيه، فممكن شخص يكون بالنسبه لك وحش بالنسبه لناس تانية حلو والعكس، فمش شرط خالص. ده غير ان الحته دي بتختلف من الرجاله للستات كمان. يعني مثلا الرجاله بتلاقيهم بينجذبوا جسديا اكتر من الستات، لكن الستات غلاب بيهتموا بحاجات عاطفيه اكتر زي شخصيته، تعامله مع الناس، وفلوس اقصد طموحه، ويا سلام بقى لو كان كمان بيضحك. فما تخافش، الشكل مش عائق قوي عشان تكون جذاب. كده كده حته الجاذبيه دي مش بتاعتنا، احنا نسيبها ونلعب على البند التاني، القرب او البعد. عشان تفهم موضوع القرب او البعد ده لازم تتخيل معايا. يعني تخيل معايا ان انت بتظهر لمجموعه من الناس بشكل منتظم، احب اقول لك ان ده بيخليك بنسبه كبيره جذاب ليهم. يعني مثلا لو بتروح لسوبر ماركت بشكل منتظم وبتتعامل معاه دايما، ففي احتماليه كبيره ان انت تكون جذاب للبنت اللي واقفه على الكاشير، او انك بتحضر محاضره في ماده معينه، فالناس اللي بتحضر نفس المحاضره دي بنسبه كبيره هتكون جذاب ليهم لانهم دايما بيشوفوه. وده يمكن تفسير مباشر لليه الاماكن اللي زي الجامعات واللي فيها تجمعات بتكون بيئه خصبه للارتباط ما بين الولاد والبنات. الفكره من النظريه دي كلها انك بتتحول من شخص غريب لشخص عيون الناس خدت عليه حتى لو عارفينك بالشكل بس. واكبر دليل على ده انك لو سافرت بره مصر وقابلت حد عمرك ما كلمته بس هو من منطقتك او شفته قبل كده، هتروح تسلم عليه وتتكلم معاه عادي. يا ماما ده محمود عرسه، ما يضرش. موضوع القرب او البعد ده بقى تطور في العصر اللي احنا فيه ده بشكل ما تتخيلوش، فوق كل التوقعات. يعني انت مثلا لو على السوشيال ميديا عامل فولو لواحد وقابلته في الحقيقه هتروح تحضنه، هتحس انك تعرفه
تعرفه وان هو امان ليك وشخص قريب منك، كل ده عشان انت عامل له فولو بس. والموضوع بيكبر ويكبر لدرجه ان انت بتفتح السوشيال ميديا بتشوف بنات كتير وبتنجذب ليهم كلهم، بتخش الانستا تعمل سيلكت اول. وكل سبب الجاذبيه الغير مبرر ده بيكمن في حاجه واحده، انك دايما بتدور على الشخص المناسب ليك، الشخص اللي هيكون بالنسبه لك امان من حيث شكله، فبتحط في دماغك انه شخص يكون قد المسؤوليه، شخص يقدر يحافظ عليا لانه شخص ذكي وبيعرف يتعامل مع الناس فمش هيسبب لي مشاكل. كل الحاجات ديت انت طول الوقت بتدور عليها وانت مش واخد بالك. كلير كمان ما سابتناش تايهين وقالت ان التشابه ما بينك وما بين حد بيعلي نسبه انجذابك ليه. يعني فاكر البنت اللي انت حبيتها عشان بتحب اللون البيبي بلو زيك، ولا البنت اللي طلعت برج الكلب زيك واتخانقتوا في الاخر عشان قطه؟ لا، ما انت اكيد مش هتروح تحب واحده مش شبهك. يا عم انا حبيت واحده مش شبهي عادي يعني. انت حبيت واحده مش شبهك؟ لا اتفضل قدم الحلقه مكانك، اتفضل. المهم كونك تحب حد مش شبهك ده هيسبب لك مشكله كبيره وهيحسسك دايما بعدم الامان وانك مش مرتاح. من الاخر هو سبب واحد بيدور عليه الانسان البشري منذ بدايه الخليقه سواء قاصد او لا، هو الامان. وكان ده السبب الرئيسي ورا كل عامل من الخمس عوامل اللي اتكلمت عليهم كيلر. عايز تبقى اسر ياسين المستقبل؟ اسمع كلامي وكلام كيلر بقى وامشي على الخمس عوامل دول بقى، والله هتدعي لي. سلام عليكم.